أهلا بيكم في وصفة جديدة. نبدو في وصفة سهلة جدا، رول البطاطا بطريقة مميزة. نبدو في تجهيز الحشوة. عندي كمية من زيت الزيتون وبصل مفروم، ونرشوه بالفلفل الأسود وشوية الملح وشوية بهارات اللحم. أنا سبق ونزلت بهارات ماجدة. وناخده نديرو إضافة اللي هي جزر مبشور، إن نعطوا قيمة غذائية للأكلة، مش دائما لحوم بس. وطبعا الخيار ليكم، يعني مرات نحط حتى نبشر بطاطا مع، عفوا نبشر قرعة أو كوسة مع الجزر. والخيار ليكم تبوا تحطوا الخضرة اللي تبوها. وبعدين ضفت اللحم المفروم. اللحم المفروم لو تلاحظوا ناعم جدا، فرمته مرتين. زدت كمية من زيت الزيتون، لأن لحمة المفروم اللي عندي كانت ما فيهاش دهن، عبارة على لحمة صافية. هذه الحشوة نتمنى بس إن نضيفوا لها زي ما قلنا قيمة غذائية لأولادنا وللأحنين، خاصة على أبواب شهر رمضان. وبعدين نخلوا الصوص متاعنا يطيب، ونبشره كمية لا بأس بها من الجبنة. ونجولي المكون الرئيسي في وصفتنا اللي هي البطاطا. نقصوها بالشكل اللي شفناه قبل شوية، ولو صعب عليك قصيها بهذه الطريقة. نفس سمك بطاطة المبطن، ما تكونش غليظة هلبة. بعد ما كملت الكمية قصيتها بهذه الطريقة. نخليها في مية سخونة تقريبا نص ساعة. وبعدين نجيبها من المية ونجيب الطاجيني الحلو اللي هو طاجين شريف. مكوناتي كلها مواعيني كلها من ماركة الشريف. تبارك الرحمن، حتى ننسى الأكل ينحرق، يقعد لي طبقة واحدة، حتى تنظيفها سهل ما شاء الله. خذيت بخيت عليه ورق الزبدة زيت، وبعدين رشيت كمية كويسة من الجبنة الموزاريلا المبشورة. وستفت كمية البطاطا اللي قشرتها بهذه الطريقة. يلا مشينا لفرن، فرن الشريف، حتى هو نستعمل فيه في رمضان لأن عزوماتي هلبة كبير ما شاء الله. خليتها تقريبا 25 دقيقة البطاطا على درجة حرارة 150 من فوق وتحت. وطلعتها، شوفوها شكلها يهبل. وبعدين حطيت الصوص، خليط الكيمة المفروم. ونقدر نضيف له المفروم على فكرة شوية معجون طماطم. وبعدين نلفوه، نضغط عليه كويس ونلفوه بهذا الشكل. نخلوها تقريبا 10 دقايق. نرش عليها شوية معدنوس أو شوية جبنة مبشورة. وبعد ما تهدى شوية وتتماسك الرول، نقصوها بهذا الشكل. شوفوا الطبقات ما شاء الله. أنا نتمنى ملاحظة مهمة المرة الثانية، إن الحشوة تكون قيمتها الغذائية كويسة، حتى الأطفال ما يقدروش ياكلوا البطاطا الخضرة السفناري. نقدر نديروه لهم في الحشوة بحيث ما يشوفوهاش. نبدو في الوصفة الثانية اللي هي المتبل. خذيت طنجرتي، برضو طنجرة الشريف، وحطيت فيها الحمص بنديره المتبل. وصفة مغذية جدا، وصفة جانبية، أكلة جانبية. ناخده بشوي بشوي الحمص اللي عندنا، رحيته بعد ما نسلق. وضفت له شوية ملعقتين من الطحينة والزبادي، ملعقتين. وهذا السر اللي يخلي المتبل أبيض ناصع البياض، هو مقدار تقريبا 3 ملاعق من الثلج. نخفقوهم كويس جدا. ما لاحظوا ما ضفتش لا ملح ولا أي حاجة، مجرد الزبادي والطحينة مع المكونات هي. والمكون الرئيسي اللي هو الثلج يخلي المتبل ناصع البياض أبيض زي متاع المطاعم. وبعدين نضيفوه. نضيف له طبعا المتبل، لازم نضيفوا له الكمون أو التومة. أنا ما ضفتلاش الكمون، درته في التزيين. آخر حاجة نضيفها العصير ليمون، كمية لا بأس بها. ونتبله، نحط له الملح. في وصفات تانية لو تبوه فيه بهارات، فيه التومة وفيه الكمون موجودة، بس هذا درته حبيت نستمتع بلونه الأبيض معاه الليمون والملح. مجرد إن الكمون والسماق والفلفل الأحمر الخشن زينت بيهم فقط. نجول التقديم نحطوا المتبل متاعنا، وأنا زينته بهذه الطريقة. ننصحكم بها، الطريقة حلوة جدا. ونصب كمية لا بأس بها، ضروري 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 من زيت الزيتون.
ما نستغنوش عليه. درت حطيت خليط السماق والفلفل الأحمر المهروش والكمون، خلطتها مع بعضها وزينت بيه. وهنا كانت الطبق الجانبي جاهز، طبق مغذي جدًا وخفيف وحتى في السحور جميل جدًا. ورول البطاطا المحشي بالمفروم ونديرو هيكي نغشوا الصغار بدون ما يلاحظوا، نحطوا له شوية خضرة. إن شاء الله تكون الوصفة عجبتكم، نشوفكم في وصفة قريبة، شكرًا لكم.